أهلا بيكم في قناتي، قناة أنا مصمم اللي بتتكلم عن التصميم الداخلي وأسراره وإزاي التصميم الداخلي يأثر على حياتنا بحيث يخليها أسهل وأريح وأنجز. معاكم مصممة الديكور رباب محمد، أونر شركة راقة للتصميم الداخلي والأثاث. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي ناس كتير بتسأل عنه. موضوع هو أنا ممكن أخلي بيتي يبان أوسع مهما كانت مساحته ضيقة؟ يلا بينا نبدأ الفيديو عشان نعرف إجابة السؤال ده. يلا مع بعض في الفيديو ده نجاوب على السؤال اللي احنا اثرناه في الانترو، هو ان احنا نقدر نضفي على بيتنا الاتساع مهما كانت مساحته ضيقه؟ طبعا، وباتخاذ بعض الخطوات البسيطه جدا نقدر، حسب بس المرحله اللي احنا فيها. لو احنا لسه في مرحله التاسيس ولسه في مرحله امكانيه الهدم والمباني والمحاره، فاحنا اول خطوه ممكن نتخذها هي ايه؟ هي انه نخلق مساحات مفتوحه، وهو اصلا ده الاتجاه اللي رايح له كل التصميم الداخلي دلوقتي. زي ما احنا ملاحظين في بيوتنا، يعني يمكن زمان كانت في بيوتنا غرفه السفره غرفه منفصله، غرفه الصالون منفصله، الليفينج وهكذا. لا، هو احنا اذا في دلوقتي امكانيه ان نفتح ده على بعضه، الدايننج روم على الريسبشن، منطقه الانتريه او الصالون، يكون ده احسن، يدينا اتساع افضل. طيب نقدر نفتح الليفنج مثلا على الكيتشن او الكيتشن على الريسبشن حسب موقعه في الشقه، ده برضو حل كويس. بس خدوا بالكم حاجه عايزه اقول لكم عليها دايما، خلونا دايما ناخد اللي يفيدنا ونسيب اللي ما يناسبناش. بمعنى ايه الكلام ده؟ المطبخ المفتوح اسمه امريكان كيتشن، من اسمه كده باين ان هو جاي من الحضاره الامريكيه. هو مناسب لحضارتهم وثقافتهم. ليه؟ علشان هم بياكلوا وجبات خفيفه، فرايز، ساندويتشز، حاجات زي كده بسيطه. طبيعه مطبخنا العربي مش كده، احنا طبعا بنعمل اكلات تقيله، محشي وفته وباميه ليها روايح. احنا برضو لازم نشوف طبيعه حياتنا. انا عارفه ان دلوقتي الاسر اغلبيتها الزوج والزوجه الاثنين بيشتغلوا وكذا، اذا هي طبيعه اكلاتهم خفيفه وسريعه تمام، هيكون مناسب ان احنا نفتح المطبخ على الريسبشن. طب لو احنا طبيعه مطبخنا المطبخ العربي التقيل المعروف اللي فيه بصل وثوم وتقليه وتسبيك والحاجات دي، طبعا مش هيكون ده الاختيار المناسب حتى مع وجود اقوى شفاط. هيكون دايما اللي يدخل البيت يحس ان ريحته اكل. ده اول حاجه. طب اذا طبيعه اكلنا قلنا ان هي طبيعه خفيفه، خلاص تمام، يكون مناسب ان شاء الله. الحاجه الثانيه برضو ان كل حاجه في يعني ممكن يكون لها مميزات وعيوب. زي ما الاوبن كيتشن ليه مميزات انه بيديني اتساع بصراحه وامتداد جميل جدا للمكان، وانه في تصميمات جميله جدا في الكيتشن اصلا ممكن تسبورت التصميم بتاعي بره، بس هو كمان محتاج دايما يكون نظيف، ودي برضو هتكون تبع لظروف كل أسرة. لو احنا أسرة بناكل ونتعاون وننظف، خلاص تمام، لأنه مش لطيف أبدا إن أقعد في مكان ويعني سوري في أطباق في الحوض أو سطح المطبخ مش نظيف أو كذا. بحب دايما أوضح لكم عيوب كل حاجة ومميزاتها على أساس نختار اللي يناسبنا ويناسب أسلوب حياتنا. ففكرة إن احنا نخلق مساحات مفتوحة زي ما قلت لكم، وانتوا بتختاروا اللي يناسبكم. ده إذا احنا في مرحلة التأسيس وفي مجال لسه للتكسير والتعديل المعماري. طيب في حال ان احنا لا خلاص تعدينا المسألة دي، واحنا دلوقتي مثلا بنركب خلاص خلصنا التعديل المعماري واحنا في مرحلة بقى التشطيب. طيب احنا واحنا بنختار البلاطات، من انسب المقاسات بتاعة البلاطات اللي نختارها المقاسات المتوسطة للبلاطة اللي هي 60 في 60. هو طبعا في اصغر وفي اكبر. الاصغر بيكون شكله يعني مش فخم كفايه علشان نستخدمه. طيب والاكبر ال80 في 80 وال120 في 60 وال180 في 60 والمقاسات اللي زي كده، مقاسات شيك جدا بصراحه وبتدي فخامه قوي في المكان، بس مش مناسبه ابدا للمساحات الضيقه، هتضيق لي المكان اكتر. ليه يا باشمهندسه بتقولي كده؟ علشان انا دلوقتي احنا بنلعب قلنا على الخدعه البصريه والنفسيه. لما ادخل مكان مثلا الاقي 10 بلاطات من اللي هي البلاطه 60 في 60، فانا شفت 10 فواصل، فلما شفت الفواصل اتكررت كتير حسيت بامتداد في المكان انه اطول. طيب لو انا حطيت البلاطه ال120، انا هستخدم 5 بلاطات بدل
ال10 بلاطات اللي انا استخدمتهم، هشوف 5 فواصل بس، فده هيحسسني ان المكان خلص بسرعه. عيني هتلاقي انه خلاص خطوط قليله قوي اللي شافتها، المكان خلص بسرعه، هحس بضيق المكان. كمان اختيار البلاطات اللامعه اختيار مناسب جدا للاماكن الضيقه. انعكاس اي حاجه في الارض، انعكاس الفرنتشر، الاضاءه، كل الحاجات دي في الارض بتدي احساس بالامتداد والاتساع. كمان في مرحله التشطيب اقدر استخدم المرايات وانا بحط التصميم الداخلي سواء في الحوائط او في الفرنتشر. استخدام المرايات برضو بيدي انعكاس وامتداد، بيحسسني باتساع قوي قوي وشياكه وفخامه كمان. ادخل دايما المرايات، اقدر ادخل المرايات طبعا في البوفيه، في الكونسول، ده بالنسبه للفرنتشر. واقدر ادخلها في تكسيه الحوائط كمان علشان تدي امتداد. كمان واحنا في مرحله التشطيب المفروض ان احنا نختار لون واحد فاتح بدرجاته للسقف والحائط والارض، ده بيديني امتداد ما بين السقف والحائط والارض، فبيديني احساس بالاتساع. وابسط حاجه الخلفيه اللي ورايا دلوقتي، انتوا لانكم شايفين السقف والحيطه والارض بنفس اللون، انتوا ممكن تكونوا مش عارفين نهايه المكان ده فين اصلا لانهم بنفس اللون. صح في بيوتنا مش هنقدر نعمل السقف والحيطه والارض نفس الدرجه بالظبط، ولا نقدر نعملهم ابيض، بس نقدر نعملهم بدرجات بتونز متدرجه لون واحد فاتح. دي هيدينا احساس كويس قوي بالاتساع. حاجه كمان ان انا اختار الاطارات بتاعه النوافذ والابواب تكون نفس لون الحائط علشان ما احسش انه فتحه الشباك مفصوله تماما بلون عن الحيطه، فده برضو يحسسني بضيق المساحه. دايما وانا بستخدم درجات للون واحد ده بيديني احساس بالاتساع. نيجي بقى لمرحله، اذا احنا خلصنا مرحله التاسيس والتشطيب واحنا دلوقتي في مرحله الفرش، اختيار الاساس عليه عامل كبير قوي في الاحساس بضيق المكان او اتساعه. اذا المكان عندنا ضيق المفروض نختار قطع الاساس اللي مقاساتها صغيره. يعني ايه الكلام ده؟ هو الاساس اللي مقاساته كبيره وحش؟ لا بالعكس، ده في قطع اساس مقاساتها كبيره فخمه جدا، بس هي الفكره انه القطعه الفخمه دي لو انا جيت حطيتها في مكان ضيق فبقى شكلها مش مناسب، فهي فقدت جمالها وخلت المكان احس انه ضيق ازيد، مش انه بس احس انه ضيق، ده انا احس بضيقه اكتر. فانا لازم اختار السكيل المناسب لقطع الاساس اللي انا هفرش بيها المكان ده. كمان اختار قطع الاساس اللي مرفوعه عن الارض، لانه قد ما اقدر اختار قطع الاساس تكون مرفوعه عن الارض هفضل شايفه مساحه الارض كامله، وده يديني احساس بالاتساع. زي ايه؟ زي مثلا الكونسول ان اختاره انه ممكن يكون رف طاير بس، زي البوفيه ممكن اختار انه تكون رجوله مرفوعه عن الارض، زي التي في يونت برضو اختارها ان هي معلقه على الحائط او بارجل طويله وانها تكون مرفوعه عن الارض. كمان اقدر اختار الاثاث القابل للطي او للتخزين. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى اني هحتاج مثلا سفره، المكان عندي ضيق فهحط سفره ب6 كراسي، بس انا احتياجي كاسره ل8 كراسي او 10 كراسي، او بيجي لي ضيوف وعايزه ازود. طيب انا ممكن اختار الترابيزه اللي هي 6 كراسي بس ممكن تتفتح وتطول اكتر تبقى ل8 او ل10، والكراسي زياده تكون ليها اماكن تخزين تحت الترابيزه، او تكون بتتقفل وتتخزن في اي مكان في البيت وبتتفرد وقت الاستخدام بس علشان تأدي الوظيفة اللي هي فيها، وفي غير الحاجة ليها أقدر أقفلها وما تعمليش استغلال لمساحة المكان. طيب أقدر أعمل إيه كمان؟ أقدر مثلا أستخدم الأنتريه ما يكونش ليه قطع كبيرة. طب وإذا جالي ضيوف، الترابيزة بتاعت الوسط دلوقتي ممكن يكون في تصاميم إنه في زي 4 بفص بيتخزنوا تحتيها، أطلعهم وقت ما يكون عندي عدد أفراد كبير وأخزنهم عند عدم الاحتياج ليهم. وكل الحاجات دي دلوقتي متوفرة في السوق. كمان أقدر أستخدم قطع الأساس اللي أقدر أستخدمها بأكتر من طريقة، زي مثلا التسريحة والمكتب، أجمع بينهم في غرف الأطفال. الأطفال أكيد مش بيذاكروا طول الوقت، إحنا عندنا شهور أجازة،
وعندنا كمان حتى في ايام الدراسه هم بيستخدموا عدد ساعات معين بس في المذاكره، فممكن التسريحه يكون بيطلع منها رف بيتشد كده يذاكروا عليه ويتلم، او ممكن يكون رف منطبق يعني بيتلم يتخزن على الدولاب او على حائط مش طول الوقت هو موجود. ممكن ادمج ما بين قطعتين، زي ان اخلي السرير والدولاب مثلا على حائط واحد، او ان التسريحه في داخل الدولاب، او لو انا محتاجه في الليفنج روم حد من افراد الاسره يكون بيستخدمه انه ينام فيه، فممكن تكون الكنبه الموجوده في الليفنج روم بتتفتح تكون صوفا بيت، ممكن يكون فيها مكان للتخزين. كل دي افكار، وفي افكار اكتر منها كتير هنتكلم عنها في حلقه مخصوصه عن الاساس ان شاء الله. بالنسبه لقطع الاساس كده نراجع اللي احنا قلناه عليه، ان احنا نختار قطع اساس مقاساتها صغيره، سكيلها مناسب للمكان، تكون مرفوعه عن الارض علشان افضل شايفه الارض واحس بالاتساع، تكون قابله للطي والتخزين، وتكون متعدده الاستخدامات، واستخدم كمان اقل عدد انا محتاجاه من قطع الاساس. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انه القصور والفلل ممكن نحط في المدخل ترابيزه كبيره عليها فيس حلوه، الترابيزه دي ملهاش اي استخدام غير انها بتدي شكل جميل وفخم بس. اظن مش مناسب ابدا ان انا اجي في ريسبشن مش كبير وان احط حاجه زي كده، هي ملهاش استخدام اصلا، فطبعا استغنى عنها. اي قطعه اقدر استغنى عنها في المكان الضيق استغنى عنها، واستعيض عنه بفكره من الافكار الجديده اللي اقدر استغلها دلوقتي عشان تديني احساس باتساع المساحه. بالنسبه لاختيار كمان في مرحله الفرش، بالنسبه لاختيار الاقمشه بتاعه الستاير والمفروشات والسجاد في الاماكن الضيقه، يفضل ان انا ملجاش للاقمشه المنقوشه بنقوشات كتيره، والافضل اني الجا للساده. وعلشان اكسر الملل اقدر استخدم الاقمشه المنقوشه في ايه؟ استخدمها كفايه قوي في الكوشن او في كنار احطه في ستاره، انما احافظ على انه الكنب والفتيهات والستاير يكون اللون السائد فيها الوان ساده. النقوشات الكتيره هتحسسني بزحمه في المكان الضيق، مناسبه جدا للاماكن الواسعه، بس وجودها قريبه من بعضيها في الاماكن الضيقه هيحسسني بالزحمه وبضيق المكان اكتر. يا رب تكون الخطوات اللي شرحتها لكم النهارده تكون خطوات سهله وبسيطه وتقدروا تنفذوها علشان تحسسوا نفسكم وكل حد يدخل بيتكم ان هو اوسع من المساحه الحقيقيه الموجوده ليه. دايما هحب افكركم ان زي ما احنا محتاجين نعمل تصميم داخلي للمكان اللي حوالينا، محتاجين نعمل تصميم داخلي لنفوسنا وعقولنا وسلوكياتنا، نشيل منها كل اللي يأذينا ويأذي اللي حوالينا، ونحط لها كل اللي ينفعنا وينفع اللي حوالينا النهارده. ولانه الموضوع مرتبط بالكلنا بنتكلم فيه، زي ما احنا محتاجين نوسع المساحات اللي احنا عايشين فيها، كمان محتاجين نوسع عقولنا وصدورنا. عايزين نوسع صدورنا عشان نتحمل كل اللي حوالينا، نتحمل اخطائهم، وافتكروا ان كلنا بنغلط، واكيد لما اتحمل اخطاء اللي قدامي هو كمان هيجي في الوقت اللي انا اخطأ فيه ويتحملني. عايزين نوسع عقولنا ونستوعب الاختلاف اللي بينا، مش كل واحد مختلف معايا يكون غلط وانا اللي صح، وهو كمان مش المفروض يشوفني بالطريقه دي. كل واحد فينا ليه وجهة نظره في الحياة ومن حقه ان هو يمارسها. خلينا نحترم الاختلاف، خلينا نوسع وجهة نظرنا للحياة، نشوف الإيجابيات زي ما بنشوف السلبيات، نشوف نعم ربنا كتير علينا ونستمتع بيها، بلاش نضيع عمرنا واحنا بنبص للسلبيات بس. خليك مصمم انك تتحلى بكل ما هو جميل علشان تبقى حياتك اريح من بره ومن جوه، وزي ما انا مصمم خليك انت كمان مصمم. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.